وليتق الله عز وجل الذين يقولون لا إله إلا الله ثم تجدهم يحتفلون بأعياد المشركين كاحتفالهم بعيد المسيح أو بعيد رأس السنة الميلادية. ووالله يا عباد الله إن كثيرا من المسلمين لا يعلم حرمة ذلك، ولكنه يتساهل ويتهاون، يحتفل برأس السنة الميلادية ويحتفل بأعياد المشركين، يتبادل التهاني ويعد الأطعمة، بل إنه قد يسافر ويضرب في الأرض لأجل احتفال بأعيادهم والعياذ بالله. ألا فاعلموا يا معاشر المسلمين يا أهل لا إله إلا الله أن كل مظهر من مظاهر الاحتفال بأعياد المشركين كالاحتفال برأس السنة الميلادية فإنه من موالاة الكفار، وهذا ما ينقص لا إله إلا الله، بل في بعض الأحوال قد ينقضها والعياذ بالله. ربكم جل وعلا يناديكم باسم الإيمان يا أهل لا إله إلا الله، ويقول لكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سمعتم يا عباد الله؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ومن هنا اختر لنفسك يا عبد الله مع أي الفريقين تكون، مع فريق حقق لا إله إلا الله وتبرأ من الكفار وتبرأ من أعيادهم ولم يتشبه بهم، أو مع فريق تشبه بالكفار واحتفل بأعيادهم فكان منهم والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية.